دراسة حالة كده في رسائل الدكتوراه والماجستير، يبقى الموضوع العنوان كبير لكن يقول لك ودراسة حالة كذا، يعني النموذج اللي هنطبق عليه هو كذا. خلينا نبدأ من النقطة دي. تسمع من الدولة فكرة ان الحمل تقيل وان التركة ثقيلة وانه مبارك مش عارف ساب البلد ايه وانه الاخوان عملوا ايه في السنة اللي جوهم فيها. طب امتى بقى الحجج دي هنخلص منها؟ لانه برضه سن الواحد يسمح له انه يقول انه ايام مبارك كان بيطلع برضه يقول التركة ثقيلة، تركة السادات. وسني يسمح لي اقدر اتكلم عن السادات، ما اقدرش اتكلم عن الرئيس عبد الناصر، ما سني ما يسمحليش. وسني يسمح لي ان انا اقول لكم ان انا سمعت باذني، سيبك بقى من التاريخ وقرينا وبتاع، لا لا لا، كمواطن كده كصبي يعني وشاب صغير سمع الرئيس السادات وهو بيتكلم على التركه الثقيله برضه بتاعت عبد الناصر. وكل واحد يجي يقول لنا التركه اللي قبله تقيله، ده حل يعني؟ دي حجه. على فكره هي مشكله، التركه ثقيله فعلا، بس كمشكله مش كحجه، مش كمبرر. لامتى بقى هنتوقف عن الحجج بتاعه اصل التركه ثقيله واصل وضع البلد صعب؟ حد يا جماعه منكم قال لي ان وضع البلد كويس؟ حد من مثلا المواطنين يعني؟ حد فيكم؟ طبعا في ناس حنينها يقول لك لا احنا ايه اللي خدناه من الثوره وبتاع، احنا كنا كويسين، ده موضوع تاني. انما في العموم المصري يعني محدش قال ان البلد عظيمه والوضع رائع والدنيا مستريحه عشان نقعد نسمع كل شويه الكلام ده. نسمعه كحجج مش كتحدي. طيب التركه تقيله والظروف صعبه والحاجات دي، نخش بقى على الحجه الثانيه بتاعه الارهاب. اصل الارهاب، اصل العمليات الارهابيه في حاجتين هنا لازم نتوقف عندهم. الحاجه الاولانيه ان الارهاب لن يتوقف. الارهاب لن يتوقف والعمليات الارهابيه لن تنتهي. طموحنا انها تنحسر، انها تتحد، يصبح لها حدودا، تقل. فلما يحتجوا بحكايه الارهاب فبنقول رقم واحد الارهاب لن ينتهي. ايه بقى نقعد نعمل ايه؟ ثم الحاجه الثانيه انه لما تعول على ان الارهاب السبب، فبهذا التعويل تكشف عن ضعف وتقصير لديك في محاربة الإرهابيين، مش الإرهاب. لما يطلع مسؤول ويقول إنه تسمم المياه ده وراه مش عارف أسباب سياسية أو وراه الإخوان، أعرفش الكلام ده منسوب مرة للمحافظة الشرقية ومرة لمدير الأمن. طب سعادتك ما ده إعلان عن ضعفك وعن فقر خيالك وعن ضعف كفاءتك وانعدام خيالك وتقصيرك، لدرجة ان الارهاب يوصل للحاجات دي وانت ما حميتهاش. لو وصل يعني لماء الشرب انت لم تحميها ولم تمنعه عن الوصول اليها، وانه تم اختراقك وان تم استكرادك وعمل العملية الارهابية دي الصامتة وعمل للبلد الفزع ده وانت ما عرفتش وجهه ولا عرفت تجهض هذه الخطوة او هذه العملية. اذا ده فشل منك. ما تفرحوش قوي بحكاية، ما تبتذلوش الارهاب كسبب يا جماعة، لانه فعلا احنا بنتعرض الى حرب ارهابية، وفعلا الارهاب خطر هائل على مصر وجسيم وداهم وقائم. لكن لما تقعدوا تبتذلوه كل حاجة اصل بسبب الارهاب، اصل بسبب الارهاب، في جانب منه ضعف منك بوضوح في مواجهة الارهاب يا دولة. لما قعدت تقول هي اللي وقعت الابراج، هي اللي سممت الميه، هي اللي عملت السكه الحديد، هي اللي عملت المترو، قال لا تبقى انت دوله مش هنا خالص. والحاجه الثانيه انه لا، انت بتداري على الاهمال والتقصير لما تقول الكلام ده. وكمان مش حرب بيولوجيه، هي الاخوان والارهابيين دول ما دخلوش في حرب بيولوجيه، ده مؤشر كمان نهار اسود